يا رب بقى الفطاطرية ما يزعلوش مني بعد الفيديو ده، علشان هقولك على الأسرار اللي بيخبوها عننا بتوع المخابز علشان يطلعوا أحلى فطير منفوخ وما شاء الله طري ومش ناشف. وكمان هقولك ان احنا هنعمله في فرن البوتاجاز. وكمان عايزه اقولك من كيلو دقيق هتطلعي فطير يكفي عيله بحل. مش هقولك بقى ان احنا هنعمله بزبده التوريق، لا يا ستي الكل، هتعمليه باقل كميه سمنه وكمان بمكون عندك في البيت ما يخطرش على بالك، هيطلعوا معاكي ما شاء الله مورق ومنفوخ وكله طبقات كأنك بجد بتاكلي جلاش مش فطير. واقول لك كمان على التسويه المظبوط علشان يطلع معاكي طري. بس عايزه قبل ما ابدا ما تنسيش تعملوا لايك وتعملوا شير مع اصحابكم وتعليق حلو زي قلوبكم. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده حطيت كوبايه من الميه وحطيت عليها معلقتين من السكر، هدوبهم كويس جدا كده مع بعض واركنهم على جنب. بعد كده بقى بجيب كيلو من الدقيق، والدقيق هنا متعدد الاستخدامات، وانا هعاير معاكم اهو كيلو الدقيق طلعوا معايا كام كوبايه بالكوبايه اللي هي المج العاديه اللي في كل بيت. ينفع كمان نعمله بالدقيق القمح اللي احنا بنطحنه في البيت، تاخدي منه الدرجه الاولى تمام كده علشان بيبقى فيها عرق. بعد كده بقى بصوا زي ما قلت لكم بقى انا هنا كده هعاير الكيلو دي طلع معايا كام كوبايه. هم طلعوا معايا 7 كوبايات ونص بالكوبايه اللي انتوا شايفينها دي، 7 كوبايات ونص تمام كده. بس كده بعد ما عيرتهم طبعا بتكوني نخلاهم كويس جدا من قبلها. دي نص كوبايه يعني اخدت 7 كوبايات ونص اهو. بس كده بحط عليهم بقى ايه، بحط عليهم رشه من الملح، واحط عليهم كمان ربع كوبايه اللي كانت ربع كوبايه فاضله معايا كده، يعني انا بزود ميه بشويه بشويه. بصي ما تلتزميش بكميه الميه اللي انا بحطها علشان خاطر في نوع دقيق بيشرب عن نوع دقيق تاني، فانت هتحطي الميه شويه بشويه. انا كده حطيت كوبايتين وربع وبزود برضو شويه بشويه لسه لما احتاج الاقيها لسه العجينه بتاعتي عايزه كمان فبزود. هنا المكون اللي بقول لكم عليه وهي معلقه سمنه، معلقه سمنه كده هتحطيها على العجينه وهتبتدي ان انت تعجني. بعد ما عجنتي في الاول بالميه طبعا، بعد كده هتحطي معلقه السمنه دي وتعجني تاني، هتبقى معاكي العجينه بالشكل ده. بعد ما تعجنيها كويس هتفرشي هنا مفرش او على الرخامه، وتبتدي بقى هنا تجيبي صينيه عندك وتعملي مسحه بسيطه كده من الدقيق علشان الكور العجين ما تلزقش فيها. وهتكوري الكيلو دقيق، كيلو الدقيق ده العجينة بتاعته هتطلع معاكي 12 كورة، 12 كورة من العجين. بعد كده هقولك دلوقتي الفطيرة الواحدة هتاخد معاكي كام كورة من كور العجين دي. بس احنا دلوقتي عايزاكي تطلعي من الكيلو الدقيق ده 12 كورة تمام كده. ببتدي بقى ان انا اكورهم كده، بعد ما كورتهم هسيبهم بس يرتاحوا ثواني علشان اعرف افردهم. بابتدي بقى ان انا ايه لازم اغطيهم كده علشان خاطر الوش بتاعهم ما ينشفش، بغطيهم بكيس بلاستيك كده علشان طبعا الوش ما ينشفش ويقشف معاكي. هنا نوع السمن اللي انا بقولك عليه اي نوع سمنه تستخدميه، انا بصوا مستخدمه سمنه نباتي. وكمان وزنها لكم اهو بالكوبايه، حطيت كوبايه وهوزن كمان كوبايه كمان نص كوبايه. انا استخدمت في الكيلو كله كوبايه ونص من السمنه النباتي اللي هي السمنه الصفراء تمام كده. بصوا بقى انا عشان عايزه اطعمها شويه بس كده عشان تبقى ريحه الفطير حلوه، فحطيت معلقتين من الزبده او معلقتين من السمنه البلدي تمام كده. ممكن تستخدمي سمنه بلدي يعني اللي انت عايزاه. بصي بقى انا هبتدي ان انا اسيح السمنه بتاعتي دي، لازم اسيح علشان ما نستخدم اقل كميه سمنه احنا هنعملها للفطير، يعني مش هنستخدم سمنه كتير. هحط هنا رشه بسيطه من الدقيق على الرخامه بتاعتي، وابتدي ان انا افرد كده كل كرة والتانية، بس ما تكتريش في الدقيق علشان ما ياخدش سمنة كتير. الدقيق بيشرب سمنة تمام كده. انا بحط بس حاجة بسيطة خالص، بركن بس اول كرة انا فردتها كده على جنب في ريحي كده على الرخامة، وبرضو نفس النظام بفرد الكرة التانية. بصوا بقى انا بحط هنا سمنة بالفرشة ليه علشان خاطر ما استخدمش سمنة كتير وما تبقاش مندية سمنة ياما تمام كده. بالفرشة كده وابتدي ان انا احط كده ايه زي معلقتين كده وافردها كده بالفرشة بتاعتي تمام كده. بعد ما افردها هجيب بقى الكوره اللي احنا فردناها، الفطيره اللي احنا فردناها، العجينه اللي احنا فردناها الاولى اهوت، واحطها عليها كده، او تاخدي اللي انتي فردتيها دي وتحطيها على التانية تمام كده. اي حاجه المهم يكونوا بين الطبقتين سمنه. بصي كل فطيره هتاخد معاكي 3 كور بس من العجين تمام كده.
انا فردتها اهو 3 كوره كده، خلاص كده انا خدت ال3 كور بتوع اول فطيره. ببتدي بقى ان انا برضو بالفرشه كده وامسح سمنه كويس جدا، واجيب بقى الايه الاتنين اللي احنا فردناهم وحطينا بينهم سمنه على اللي احنا عملناها دي وحطينا عليها سمنه. بصوا كده خلاص خلصنا الفطيره بتاعتنا. بفردها بس حاجه بسيطه كده، وابتدي بقى ان انا احط على وشها سمنه اهو، بس كده. بحاول ان انا اظبطها كده، وبعد كده احط على وشها سمنه. وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه، بس بفرد السمنه كويس كده. لو وصلتوا لغايه النقطه دي ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على رسول الله عشان ناخد حسنتين مع بعض. بصوا بعد ما فردت السمنه، ببتدي بقى ان انا اطبق الناحيه دي وعليها الناحيه التانية، واحط بقى سمنه تاني. تمام كده علشان تبقى الفطيره مورقه من كل حته. بس اهم حاجه بالفرشه كده علشان خاطر ما تعمليش بايدك وما تعرفيش تفردي تاني، يعني ايدك كل شويه هتعوزي بقى تمسحيها وكده. فانت اعملي بفرشه احسن، او بمعلقه ظهر معلقه كده عادي. بصوا بطبق الناحية دي على الناحية دي برضو، وابتدي بقى ان انا ايه ارجعها زي ما عملتها، بس بحط سمنة كده وارجعها بقى تاني كورة زي ما عملناها في الاول. بصوا بجيب الناحية دي على الناحية دي وارجعها بقى كورة زي ما كانت، واعملها كده زي بهجة، وتبقى خلاص خلصنا الفطيرة بتاعتنا. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، ولا عملنا بزبدة توريق ولا اي حاجة. سمنة كده اي نوع سمنة عندك، بس يستحسن ان هي تكون صفرة عشان بجد بتدي معاكي نتيجة حلوة في الفطير. بس بمسح الصينية بتاعتي مسحة بسيطة من السمنة، واحط الفطيرة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. ولازم على الوش بتاعها احط سمنة علشان خاطر ما تنشفش برضو من الوش. تمام كده. واسيبها بقى لما هعمل بقيه كل الفطاير بتاعتي بنفس الطريقه دي، هعملها بقى واوريها لكم. بصوا انا خلصت اهو الفطاير بتاعتي. بسيبها هنا بقى ايه 10 دقايق، 10 دقايق بس ترتاح معايا، وابتدي بقى ان انا افردها على طول. والله ما بياخد معاكي وقت خالص، اسهل فطير. بتكوني بقى مشغله الفرن، خدي بالك الفرن بيكون سخن جدا جدا. ببتدي ان انا افرد الفطيره بتاعتي، بحط برضو مسحه بسيطه من السمنه على الوش، وافرد الفطيره زي ما انتوا شايفين كده. ما تحاوليش ان انت تفرديها قوي علشان خاطر ما تنشفش معاكي، لا افردي الفرده اللي هي المعقوله. بفرد بقى كل الفطير بتاعي بالطريقه دي، واشغل الفرن زي ما قلت لك الفرن يكون سخن جدا، سواء في فرن البوتاجاز او في فرن الكهرباء. ده فرن الكهرباء علشان خاطر فرن البوتاجاز بتاعي مش شغال الصراحه. فانا بصوا انا شايله اللي هي الصاجه خالص، شايله الصاجه وحطاها على الشبكه، وحطيت بقى الصينيه بتاعتي على الشبكه كده، مقربه من النار من تحت، شايله الصاج زي ما انتوا شايفين كده. وسبتها بقى كده، وابتديت كل شويه احركها شمال ويمين، وكل شويه احركها كده علشان تاخد التسويه الصح مظبوطه معاكي، وتنفخ من كل حته. بصوا ما شاء الله نفخت ازاي. بعد ما خلاص طلعتها من الفرن، حطيت عليها بس مسحه بسيطه من السمنه، وابتديت بقى ان انا ايه اغطيها بكيس بلاستيك كده، واغطيها بفوطه علشان تفضل معاكي طريه لوقت التقديم يعني. بصوا عملت بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة دي، كل الفطاير بتاعتي كده. بصوا التسوية اهو. بس كده خلصت بقى كل الفطاير بتاعتي. ودي الفطيرة بقى التانية كنت بعمل بقى بقية الفطير، وزي ما قلت لكم برضو تمسحيها بمسحة بسيطة من السمنة كده على الوش او الزبدة علشان تدي معاكي طعم حلو، وتغطيها بكيس بلاستيك، وتبتدي ان انت تغطيها بالفوطة علشان خاطر تفضل معاكي طرية. بس خلصنا الفطير بتاعنا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ولو انت لسه مبتدئه بجد هتعمليه وهيكون سهل بالنسبه لك. لا فردنا على سمنه ولا اي حاجه، بجد الفرد على الدقيق بيكون سهل جدا. بس خلصنا ما شاء الله من كيلو دقيق طلعنا 4 فطاير زي ما انتوا شايفين كده، حجمهم حلو وهيكفوا معاكي. لو عيلة بحالها هيكفيكم. بصوا ما شاء الله. عايزه اقول لك مش قادره اقول لك بقى الخفيه والطراوه بتاعه الفطير. بصوا قد ايه ان هو طري وخفيف ما شاء الله. شايفين التسويه بتاعته من تحت ومن فوق؟ يعني حاجه كده بجد تستاهل ان انتوا تحطوا لي عليها لايك. بجد ما تستخسروش فيها اللايك، عشان بجد الحاجات دي بتتعب جدا. بجد التصوير بيتعب وكل حاجه، والله العظيم يا جماعه ما انتوش متخيلين قد ايه التصوير والوقفه بتتعب قد ايه. فانا بجد بحتاج ان انتوا تدعموني كده، دعمكم بيفرق معايا بجد. بصوا ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الفطير بتاعنا؟ خطير يا جماعة، بجد جربوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها حرفيا. بصوا ما شاء الله. مش قادرة اقول لكم قد ايه ان هو كله ورقة كده ومشلتت من هنا للسنة الجاية بجد. يعني احلى حاجة فيه ان انت هتعمليه باي نوع سمنة عندك، وكمان هتعمليه في فرن البوتاجاز، لا عاملاه بقى في الفرن الغاز ولا حاجة اهو. وما شاء الله كله مرقة كده وتحفة.
شوية عسل بقى فريحي وحتة جبنة وألف هنا على قلوبكم لما تعملوه. بجد بقى ينفع ان انت تحطيه في الفريزر، تطلعيه كده وقت التسخين على طول، يعني تشيلي كام واحدة كده في كيس وتحطيها عندك في الفريزر، يبقى عندك الفطير جاهز. منين ما تحبي ان انت يبقى عايزة تفطري او حاجة، تطلعي واحدة تسخنيها في الفرن وتاكليها بألف هنا وشفا. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي وطريقة الفطير بتاعتنا تكون عجبتكم ان شاء الله، تنجح معاكي من اول مرة. بتمنى لو استفدتوا لو معلومة صغيرة ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة، واعملوا لايك وشير مع اصحابكم، ان شاء الله اشوفكم على خير، مع السلامة.